كتير من الشباب لما بيجي يدخل في علاقة بيبقى قلقان جدا، واللي دايما الناس بيسموها insecurities. انا عندي insecurity في دخول العلاقة، ومش عارفة العلاقة دي هتكمل ولا لا، وانا مش عارف هنفضل نحب بعض ولا لا. وناس كتير بقت بتخاف من الطلاق الكتير اللي انتشر اليومين دول، لان مش حاسين ان في امان في اننا ندخل في العلاقة. في الحقيقة ان العلاقات بتاعة الحب والارتباط هي مش مبنية في الأساس على الأمان، على قد ما هي مبنية على إحنا هنبذل فيها مجهود قد إيه، إحنا هنستكشف بعض ونسمح للعلاقة دي إنها تستكشفنا، وإحنا نعرف عن نفسنا ونعرف عن الآخر من العلاقة دي قد إيه. كل واحد فينا هيحط قد إيه في العلاقة دي علشان يساعدها إنها تعيش وإنها تكبر. لكن إن العلاقة دي كائن ثالث غير الولد وغير البنت اللي بيدخلوا في العلاقة دي. ده زي التجربة اللي احنا بنعملها دلوقتي، لو ده الولد ودي البنت، وبالتالي هما ده أزرق ودي أصفر، كل واحد فيه عنده الشخصية بتاعته، عنده الحياة بتاعته، عنده القصة بتاعته. تدخلهم في العلاقة أكن بتبدأ علاقة جديدة، هو بيحط حبة وهي بتحط حبة من شخصيات، وده بيكون لون ثالث خالص، بيكون حاجة ثالثة خالص ما هياش ولا الأزرق ولا الأصفر. وده اللي هم بيحاولوا ان هم يستكشفوه مع بعض طول الوقت. تخيلوا كده الكلمة اللي بتتقال، انا عايز اشكلها، انا عايزها تبقى بتسمع كلامي بالظبط، عايزها تعمل بالظبط اللي انا عايزه. لكن الازرق ده هيقعد يحط من شخصيته كتير كتير كتير، في الاخر اللون اللي بيتكون بقى اقرب للازرق. وبالتالي الراجل او الشخص اللي بقى عايز هو اللي يبقى متحكم في كل حاجة في العلاقة هيقول لا، ده شبهي بالظبط، انا زهقت منه. في نفس الوقت الشخص التاني اللي ما حطش الانبوت بتاعه خالص هيحس بالغربة من العلاقة دي حاجة مش شبهي، دي حاجة مش بتاعتي، انا ماليش فيها اي حاجة. وبالتالي هبقى عايزة ابعد من العلاقة دي، لان انا مش حاسة بانتماء ليه. لو احنا عايزين نحافظ على علاقاتنا، على قد ما احنا هنحط فيها وعلى قد ما الاخر وهنسمح له ان هو كمان يحط فيها، على قد ما احنا هنستكشف حاجة جديدة طول الوقت. الالوان ممكن تتغير، شكل اللون ممكن يتغير، شكل العلاقة ممكن يتغير بناء على اللي احنا بنديه فيها. وده هيسمح لنا احنا كمان باننا نستكشف نفسنا بعد ما حطينا في العلاقة دي، لاننا احنا كمان هنتغير بناء على اللي احنا بنعمله في العلاقة. ده الجمال بتاع العلاقات الجديدة، ده الجمال بتاع ان احنا نبدأ علاقات مع بعض، مش ان كل واحد فينا يحاول يفرض نفسه في العلاقة، او ان هو يبعد وما يحاولش ان هو يحط اي انبوت في العلاقة بتاعته.